عمرك فكرت مين الشخص اللي ورا فكرة أكبر حدث ثقافي في مصر والشرق الأوسط؟ شخص كان شايف إن الكلمة المكتوبة ممكن تغير مجتمعات وتبني حضارات. إزاي فكرة صغيرة بقت معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي بنفتخر بيه النهاردة؟ تابعوني في شخصية مؤثرة مع مروة صالح علشان نعرف صاحب الحلم الكبير. تعال نرجع بالزمن ل56 سنة فاتوا، لما كانت في فكرة بسيطة في عقل فنان اسمه عبد السلام الشريف. الراجل ده كان صاحب فكرة إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب، واللي بدأ رسمياً سنة 1969. الفكرة جت علشان تبقى توثيق لاحتفال القاهرة بألفيتها. عبد السلام الشريف عرض فكرته على الدكتور ثروت عكاشة، واللي كان وزير الثقافة في الوقت ده، واللي رحب بيها جدا. ولأنهم كانوا عايزين يعملوا حاجة عالمية، الدكتور ثروت بعت إسلام شلبي مسؤول النشر في الوزارة علشان يتعلم من سوق الكتاب الدولي في ليبزيج بألمانيا. وكلفوا الدكتورة سهير القلماوي، واللي كانت واحدة من أكبر رموز الثقافة في مصر، إنها تشرف على تنفيذ الفكرة. وكانت النتيجة إن أول معرض للقاهرة الدولي للكتاب افتتح يوم 22 يناير 1969 في أرض المعارض القديمة بالجزيرة. المعرض وقتها كان متقسم ل3 أقسام: كتب عربية وكتب أجنبية وكتب عربية مطبوعة برا. شارك فيه 46 ناشر من 32 دولة، وسعر الكتاب كان بيبدأ من 15 قرش لحد 50 قرش. النهاردة وبعد أكتر من نص قرن، معرض القاهرة الدولي للكتاب بقى مش بس حدث ثقافي، ده بقى عرس سنوي بيجمع ملايين الزوار من كل الأعمار. تحية لعبد السلام الشريف وكل اللي أمنوا إن الكتاب ممكن يغير العالم. الثقافة بتعيش، ومعرض الكتاب شاهد حي على ده. استنوني في حلقة جديدة من حلقات شخصية مؤثرة مع مروة صالح.